13. رقم 13 وصل. طب الحمد لله، الحمد لله. ده رقم نحس، ويا رب تكون دي اخر قضية، لان رقم 13 ده رقم نحس. احنا المفروض نعمل فيلم القضية رقم 13 بدل العميل رقم 13، بس مش هنعرف نجيب الفنان محمد صبحي يعمل لنا الفيلم ده. ايه؟ ايه يا حسين يا لبيب انت ومجلسك؟ ايه في ايه؟ طب قولوا لنا، احنا علينا كام قضية؟ علينا كام شكوى؟ عشان بعد كده ما نبقاش متفاجئين يعني. خلاص احنا عارفين ان في قضية جاية وقضية بعدها وقضية بعدها وشغالين على كده. بس انا عارف انتوا بتجمعوا كل ده وهتخلصوه مرة واحدة، صح؟ ولا ايه؟ ولا ايه يا مجلس لبيب؟ طبعا الاهلاويه فرحانين ومبسوطين طبعا باللي بيحصل لنا. وكل طبعا ما كل ما الواحد يتكلم يقول لك ايه، روح فك كيدك الاول، وروح اللي مش عارف ايه، ده انت عليك 13 قضيه، انت عليك 12 قضيه. طبعا، طبعا. روح شوف وكستك. بس بقول لكم على حاجه، هيتجننوا اكتر لما الزمالك باذن الله ياخد الدوري وياخد بطوله الكونفدراليه. دي هتجننهم اكتر. ده انا باخد كميه شتايم منهم مش عارف ليه، بان انا بتكلم عادي يعني. انا بتكلم عادي. هل انا مستفز؟ يعني انا مستفز ليكوا للدرجه دي يعني عشان تخشوا وتشتموني؟ يعني اكتر التعليقات اللي بتجيلي من الاهلاويه كلها شتايم. ليه؟ وانا ما برضاش اغلط في حد وما برضاش اهاجم حد، وناس كبيره. المشكله الناس كبيره في السن. يعني أنا يا عم لو كلامي تقيل عليك ما تتفرجش عليا. هو انتوا الواحد اللي لما يتكلم يعني في الحق تزعلوا؟ ما دي حقيقه. اللي احنا بنقوله ده حقيقه وبيحصل، وبيحصل قدام عينيك، وبيحصل قدام العالم كله. ما بنألفش يعني. بس مجلس لبيب هيحل. مجلس لبيب هيحل يا اما هيتحل من الاخر. وان شاء الله خير باذن الله. عندنا ماتش اوتوه بكره، نكسب ونصعد الدور اللي قبل النهائي. وفاضل لنا خطوه كمان، خطوه الدور اللي قبل النهائي وخطوه الدور النهائي، وناخد البطوله. وباذن الله كمان الدوري. واتعشت على كده بقى السنه دي، وندور بقى على موضوع فك القيد ده بعد كده. سلام يا احلى جمهور في الدنيا.